الحمد لله الايفون 17 نزل عشان ايفون 11 يرخص واشتريه. انا عارف ان في وسط الزياده بتاع ان كل الاسعار غلت، الاندرويد نفسه غلى، فالواحد بقى بيريح دماغه ويقول بشتري عده ايفون بقى وخلاص، عده تفاحه. انا الموبايل دلوقتي لو هشتريه مش هتلاقي منه جديد ومش هتلاقي منه افضل حاله. اول حاجه كنت بدور عليها هي السعر، وانا بدور كده كان في 3 شروط لازم الاقيهم. اول شرط ان هو ما يكونش ذاكره اقل من 128. تاني شرط اللي هو ما يكونش فيه اي عيوب او كسور في الجهاز. وتالت شرط ان هو ما يكونش غير اي حاجه زي البطاريه او شاشه او اي حاجه من دي. من الاخر كده مش عايز جهاز فيه اي عيوب. ولقيت رينج السعر بتاعه كان تقريبا 13000 جنيه، كان ممكن يعلى شويه او يقل شويه بس تقريبا متوسط 13000. كان فيه كل الشروط اللي انا عايزها. بس حابب اقول لك في الاول على حبه عيوب هتواجهها مجرد ما هتفكر تشتري الموبايل. اول حاجه وهي الشاشه. اول ما هتشوف الشاشه كده، الشاشه اللي هنا اي بي اس ال سي دي، فدي معناها ان مش اجمد الوان لانها مش اوليد زي باقي الايفونات. بقيه السلسله مثلا ال 11 برو والبرو ماكس وكده اوليد، انما ديت اي بي اس. بس في نفس الوقت الشاشه مش وحشه، يعني الشاشه كويسه بس للاسف اللي هي اي بي اس. ومن الحاجات اللي هتلاحظها برضو في الشاشه ان البرايتنس هنا قليل. سطوع الشاشه تحت ضوء الشمس مش هيبقى افضل حاجه. لو انت بتستخدمه كتير وانت بره مش هيبقى الافضل، لانه مش هتبقى شايف الشاشه كويس طول الوقت. زي كمان ان الشاشه هنا 60 هرتز بس مش 120، ففي السكرولينج في الالعاب في الكلام ده مش هتبقى اسرع حاجه، هي هتبقى عاديه. يعني هي مش وحشه ومش الجامده، مش منافسه دلوقتي في 2025. بمجرد ما تشتري الجهاز وهتبتدي تستخدمه هتلاحظ ان البطاريه مش افضل اداء، مع ان البطاريه كويسه. والمفروض الايفون 11 بطاريته اكبر من ال 11 برو اللي هو اعلى منه واغلى منه، ممكن عشان التحديثات والكلام ده. زي كمان الجهاز بيسخن، ممكن وانت بتشحنه بيسخن، لو انت بتستخدمه كتير هيسخن، لو انت بره ممكن يسخن وتلاقيه دك اللي هو لا مش عارف اشتغل دلوقتي سيبني. ده حاجات هتلاحظها مع الوقت، ما بتحصلش طول الوقت، يعني مش طول الوقت هتلاقيه بقى بيسخن منك، دي تبقى فيه مشكله. ولكن في الطبيعي لشغل كتير سبته على الشاحن في حته حر الكلام ده. زي كمان لما هتيجي تشحنه الشاحن بطيء 18 واط، فهيشحنه في كتير قوي، بياخد وقت كبير بالنسبه ل 2025. فصباح الفل بقى فيه 120 واط و150 وارقام كده عبيطه. راح الشاحن بطيء وما كانش عاجبني وبيقعد كتير قوي يشحن. اللي هو انت لو خارج ومستعجل وقرب يفصل شحن عشان تشحنه شويه يمشوك هتحتاج وقت او تبقى ماشي باور بانك. الموبايل ما فيهوش 5G وغالبا في مصر ده مش هيأثر معاك قوي، اللي هو عادي يعني. وبرده للاسف ان هو اخر سنه ينزل له التحديث السنه دي، خلاص هو iOS 26 الحمد لله بقى له 6 سنين خلص شغلته طلع على المعاش خلاص، وما عادش فيه تحديثات السنين الجايه خلاص شكرا. لحظه عايزك تطمن ما تقلقش، الجهاز مش عيوب بس في حبه مميزات هقول لك عليها دلوقتي هنسيك العيوب. بالرغم ان الموبايل قديم ونازل من 6 سنين ولكن يبقى الجهاز فلاج شيب ويعتمد عليه، وكان وقتها ايفون 11 نزل اخيرا. الجهاز بريميوم جدا، جهاز الماتيريال بتاعته ازاز، هتحس ان انت اخيرا مسكت التفاح. مبروك. من الحاجات الجامده قوي اللي انت تقدر تعتمد على موبايلك عادي الايفون 11 وتصور بيه ريلز، ستوريز، اي حاجه، وتقدر تطلع منه محتوى ويعتمد عليه لغايه دلوقتي عادي، وخاصه لو انت في اضاءه كويسه زي دلوقتي. ولكن في حاجه واحده بس انت مش تقدر تعتمد عليها قوي وهي المايك. انت هتبقى محتاج تجيب مايك خارجي لانه هيبقى افضل من المايك بتاع العربيه. الحاجه الوحيده اللي هتقابلك ان انت هتحتاج تجيب مايك خارجي عشان المايك بتاع الموبايل مش افضل حاجه، مش هتقدر تعتمد عليه اعتماد كلي، خاصه لو بتعمل فيه محتوى وكده. وبس كده. زي ما بقول لك ان هو موبايل كان وقتها فلاج شيب وقت نزوله، فهو فيه معالج قوي جدا للاي 13 بايونيك لغايه دلوقتي على فكره، كويس جدا لو انت بتلعب في سكرولينج في اي حاجه. جهاز كويس وسريع، وزي ما قلت لك من شويه ان هو خلاص ما عادش هيوصلوا تحديثات، هي خلاص السنه دي اخر سنه، فده يخليه كويس. اهو لسه في تحديث جديد لسه هيمشي معاك شويه، ده يقعدك سنه او اتنين كمان من غير ما تحس ان انت بقيت بعيد. زي كمان الموبايل لو انت جايبه مش مفتوح مش متغير له اي حاجه الكلام ده، الموبايل مقفول، الموبايل كده بيبقى مقاوم للميه، تقدر تنزل بيه الميه تاخد سيلفيهات، لو وقع عليه ميه تمام. بس ما يفضلش تنزل بيه بحر طبعا، ما تنزلش بيه بحر نهائي، ما تفكرش خالص. ممكن تنزل بيه حمام سباحه بس ما تطول. لو وقع منك في ميه حبيت تاخد بيه صوره تحت الميه الدنيا تمام يعني، بس طول ما هو مقفول والجهاز امان. في سماعات ستيريو صوتها عالي ونقي جامد قوي، في اجهزه دلوقتي من ابل نفسها الايفون 17 اير ابو $1000 ما فيهوش سماعات ستيريو. انت متخيل انت معاك بقى تشتري ايفون 11 في سماعات ستيريو اللي هو في سماعتين اللي هي المكالمات والسماعه الاساسيه، وصوتها نقي وعالي وكويس جدا.